من آلاف السنين وفي بداية التاريخ المصري ظهر ملك قدر يغير شكل مصر للأبد. الملك ده هو نارمر. نارمر يعتبر آخر ملوك فترة ما قبل الأسرات، وأول ملوك عصر الأسرات حوالي 3150 قبل الميلاد. ولحد فترة قريبة الناس كانت فاكرة إن في ملك تاني اسمه مينا هو اللي وحد مصر، لكن الدلائل الحديثة بتقول إن نارمر هو نفسه مينا. من أهم إنجازاته إنه حول مجرى نهر النيل وأسس مدينة ممفيس، المدينة اللي بقت أول عاصمة لمصر الموحدة. النقوش الأثرية بتصور نارمر كمحارب قوي، في لوحة مشهورة ماسك عدوه من شعره وفي إيده صولجان ومستعد يوجه له ضربة قاتلة. ويقال إنه حكم حوالي 62 سنة، وفي أسطورة بتقول إنه مات وهو بيصارع فرس النهر، وكان ده طقس بيعمله الملوك زمان علشان يثبتوا قوتهم. نارمر كمان هو أول ملك يرتدي التاجين، التاج الأبيض للصعيد والتاج الأحمر للدلتا، رمز واضح لوحدة مصر اللي حصلت على إيده. وبكده يبقى نارمر مش بس ملك، لكنه بداية حضارة عظيمة عمرها آلاف السنين.